بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله فيديو جديد، بس في كذا حاجة هنقولها في الفيديو دون من ضمن الغلطات اللي هي البياعين واللي ما عندهمش ضمير. زي ما انتم شايفين كده قماش مايوهات ده متجاب مترين عشان يتعمل موديل معين، تمام. فانا طبعا خدت وقت مني عقبال ما طبقت القماشه زي ما انتم شايفين كده، وفي الاخر طلع فيها برضو مسافه زي ما انتم شايفين كده مختلفه، يعني ضايعه خالص، مش هتنفع تتعمل فيها بيها حاجه. والقماش ده على فكره غالي جدا، يعني انا سالت وما صدقتش بصراحه، يعني تخيلتش ان المتر منه هيبقى ب160 جنيه. فدي جايبه منه مترين، تمام. نصلي على الرسول كده ونبتدي. بعد بقى ما قلنا المعلومه دي لازم ناخد بالنا من القماش، ولازم في طريقه معينه ان انا اثبت فيها ان هو مش ملوح مني ولا حاجه. بجيب البرسن على البرسن وافرده بايديا لفوق كده، وبعد كده وانا اشوف اذا كان في لوحه من الناحيه المقفوله ولا لا. اقعد اظبط لغايه لما الاقي الناحيه قصيره والناحيه طويله، اقول له قيس لي من الناحيه القصيره دي مش من الناحيه الطويله من هنا، عشان ما يضحكش عليكي. بصراحه انا بعمل كده لما بروح عند اي بياع سواء في سوق او محل، تمام. انا دلوقتي هنبتدي الموديل بتاعنا. هنعمل ايه؟ ناخد نص عرض الكتف وننزل 3 سنتي، وناخد حردة الرقبة 8 سنتي في 3 سنتي، وهناخد طول الوسط. وادي شكل الموديل اللي احنا هنعمله. القطعة اللي فوق بس للمايوه، تمام. احنا هنا بناخد طول الوسط وبنحدد المقاسات بتاعتنا، وبننزل حردة الجيرو. البنت عايزاه ضيق، يعني عايزاه على قد الجسم، فبننزل حردة الجيرو 19 سنتي، وبعد كده طول الوسط، وبناخد هنا ربع دوران الوسط وبنوصله لايه لحردة الجيرو، تمام. طبعا احنا خلصنا هنا كرسم الباترون. وطبعا واحنا مطبقين القماش على 4 سايبين مسافة السوستة من جوه من على الجنب، يعني زيادة، تمام. انا كده بقص الكورساج اللي فوق، وهعمل حسابي وانا بقص في الزيادة ال4 سنتي اللي هي ايه من الجناب، وسنتي من عند حارة الجيرو، واخلص الجزء اللي فوق كده. عشان في طريقة لعمايل الكلوش القماشة كانت هتأثر معايا، بس الحمد لله ربنا ستر وعملتها كلوش بطريقة كويسة، وعلى اللبس كانت جميلة جدا، وهتشوفها ان شاء الله في اخر الفيديو. انا هنا باخد من الجنب علو 2 سنتي كده من الجنب، على ما فيش. طبعا الموديل ده ما فيهوش بنس ولا فيه اي حاجة. هنعمل هنا بقى التعديلات اللي احنا عارفينها، ان هي حردة الرقبة بنغوطها شويه، بنعمل الفرد بتاع بدايه السوسته ونهايتها. بناخد حردة الباط هنا بنغوطها الامام، ده كله التعديل ده في الامام. نغوط حردة الجيرو شويه، وناخد برضو من الكتف سنتي او سنتي ونص على ما فيش لحردة الرقبه. كده يعتبر ايه خلصنا الكورساج اللي فوق. بنقيس الوسط هنا، الوسط الصافي مش بالزياده اللي انا عاملاها، عشان هنعمل الكلوشه دلوقتي. بشوف دلوقتي ايه المقاسات بتاعتي ماشيه مع اللي انا قيسته على كورساج ولا لا. بصوا بقى الطريقه دي. انا طبعا هو ايه في المفروض، او يعني ايه، انا برضك هعرف اتصرف غير لما يكون حد مبتدئ. المفروض تقصي الكلوشه الاول، تطبقي التطبيقه بتاعتك وتقصي الكلوشه، وبس قبل ما تقصيها تشوفي الباقي منها هيقضي الكورساج والكمام ولا لا. ده تطبيقه الكلوش الطبيعيه، اللي انا بقى الطول بتاع القماشه بقسمه نصين، وبعد كده اعمله مثلث كده. فانا الطول المايو ده المفروض 100 سم، ال40 اللي فوق، ويبقى انا عايزه 60 الجزء اللي تحت. فانا لقيت بعد ما قست 60 من تحت، لقيت الجزء الوسط اللي فوق صغير، فمش هينفع. فانا غيرت طريقتي تاني. عملت ايه بقى؟ زي ما انتم شايفين كده اهي، طبقت العرض على طول القماشة على 2، وبعد كده طبقت العرض على 2 بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده. ده كده لو عملتها من الناحيات دي كده هتبقى الدوران، ويبقى هي مقفولة خالص، ما فيهاش فتحات لسوسته ولا حاجة، فالباقي مش هيبقى مقضي له كمام خالص. فهنعمل ايه؟ بص بقى، عشان كده بقول لك القماشه دي حيرتني جدا. بس على مين الحمد لله. احنا المفروض الباقي الطول بتاع القماشه احنا خدنا منها ال40 سم بتوع الكورساج اللي فوق، يبقى الباقي ايه من مترين، المفروض 160. قول 115 10 سم اللي هي الغلط الاولانيين. رحت انا طبقتهم ال 150 كده على 2 بقت 75 ايه البورسن ده طوله اللي فوق واللي تحت متر ونص. فطبقته بعد كده عملت
بعد كده خدت الطول بتاع الجيبه، الجزء اللي تحت من تحت عندي الديل الناحيه المقطوعه دي اللي هي على الطرف، لحد الطول بتاعها اللي هو ايه 60 سم. اتفضل من هنا 15 سم اللي هي قلنا طولها كده متر ونص، خدنا طبقناها على 2 بقت ايه 75. خدنا 60 اتفضل 15. نقيس بقى الدوران بتاع الوسط زي ما احنا كده شايفين، احنا ثابتين عند 60 سم اللي هي طرف المازوره عندها، وازحزح المازوره اطولها اخليها الناحيه المقفوله كده، ارحرحها لورا شويه، لان دي طولها بس لورا كده 150 زي ما انا بشاور لكم، فهيبقى فايض بعد ما اخد ال 60 سم هيبقى فايض للكمام وزياده كمان. تمام. والكلوشه دي هتبقى برضك معقولها، ومش الضيقه ولا اللي هي الدبل الكلوش قوي. تمام. اخد بقى بعد ما حددت الدوران بتاع الوسط، اروح واخده الدوران الديل من تحت زي ما انتم شايفين كده الطريقه العاديه خالص بتاعت الكلوش، واجي ادورها كده لحد ما يديني ايه الكلوش كله لحد الناحيه المقفوله كده. يبقى الجزء اللي احنا هنقصه فيها ناحيه مفتوحه اللي هي فيها السوسته، والناحيه المقفوله اللي هي المفروض هتبقى الامام. تمام. احنا خلصنا الدوران كده، وهنقصه الديل من تحت والوسط من فوق، ويعتبر كده خلصنا الاساسي في المايو. القطعه اللي فوق اللي هي اصعب حاجه يعني، اللي هي في الفيديو يعتبر او في القماشه. الباقي بقى بصوا قد ايه ده هيقضوا كمان بالراحه كمان. وكمان بعد ما خلصت انا المايو والناس جم استلموه، يعني ما شاء الله عملت لهم حزام، وعملت لها كمان بندانه يعني شريطه كده متطبقه تتحط على الراس كده، لو لابسه طرحه ولا حاجه سمراء تلبس عليها دي تلونها من فوق. وبصراحه يعني الوسع بتاعها لا ضيقت ولا وسعت، المقاس جه مظبوط بالظبط، وبصراحه عجبها. وانا طلبت منها بصراحه ان انا اصور المايو عليها، اختها كانت معاها كبيره فما رديتش، قالت لي لا خليها على المانيكان، فاحترمت رايها واكتفيت ان انا صورته على المانيكان اللي عندي قبل هي ما تيجي تقيسه. بس ادي الجزء اهو بعد ما اخلص. طبعا دي حريه شخصيه يا جماعه، بتقولك لا حرام على جسمها ومش على جسمها، مع اني ممكن يعني تخرج ببلوزه مكسمه وتخرج بيها عادي في الشارع، بس كل واحد ورايه وكل واحد وايه ودماغه. هنا بقى الجزء التاني دون انا برضو بصوا القماش يعني المتر غالي قد ايه، وكان بصراحه جايباه من محل مشهور جدا. قالت لي عليه، ومع ذلك تحس ان دي باقي توب او بدايه توب او نهايه توب، القص مشرشر كده معرفش هما بقى خدوها وخلاص. انا لو مكانهم ما كنتش خدت القماشه بالمنظر ده خالص، فانا طبقتها بحيث ان انا ايه اوفر جزء جامد منها. فانا استغلت الدوران البسيط دون منها وخليته هو ايه اللي عند المعصم بالمنظر ده كده. وخدت الطول بتاعها كان 60 سنتي، عملتها 63 سنتي عشان الخياطه والتانية. وخدت دوران وسع الكم اللي هو احنا عاملين خط الجيرو عاملينه 19، انا هنا خدته 20 يعني ما زودتش كتير لان كده كده عايزاها ضيق. تمام. ونعمل ترمبة الكم زي ما انتوا شايفين، وزي ما انا عملتها في اكتر من فيديو الكم، وهنقص يبقى على كده خلاص. هنيجي برضك ايه بص هوصلها. انا كان ممكن ان انا اعملها بايديا على طول، بس انا قلت برضك ايه ده فيديوهات تعليمية فلازم اوضح كل حاجة بالظبط. تمام. لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا رب يا جماعة يكون شرحي وافي وبتقدروا تستوعبوا مني، ومستنيه رايكم في الكومنتات. وفي كل ما فيش حد بيبعت لي حاجه غير لما برد عليه، مع خلاف ان في حد بيبقى طالب مثلا عايز قصه معينه اعملها لي، فطبعا انا عشان اجيب قماش واجي اقص واعمل عينه صغيره او عينه بعد كده اهدر في القماش، فانا في ناس طالبه مني زي الضربيات وكده، فمثلا لغايه لما تجيلي موديل وانا برضك هعمل عليه ايه هعمل عليه الفيديو على الدرابيه، مع ان انا عامله درابيه كتير في مش كتير قوي يعني في القناه، سواء تركيب او منها فيها، بس ناس طلبت ظهر اول مره يدخلوا القناه او اول مره يشوفوا فيديوهاتي فطلبوا منه، فطلباتهم دي على راسي من فوق. بس زي ما قلت لكم اللي اقدر اعمله من الطلبات بتاعهم هعمله، واللي مش هقدر فمعلش اعذروني. تمام. وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله.
انا دلوقتي خيطت بقى الكتف مع الكتف الامام والخلف وعملته اوفر، وبعد كده هعمل الكم هدبسه من عند الفرد بتاع الكم الخط بتاع الكتف، وابتدي امشي الاتنين كده. هريح القماش معايا، اريح الفردتين اللي فوق واللي تحت تمام لغايه لما تيجي الدبوس كده بالظبط. حتى لو انا شديت القماش الكم شديته من بدايته او نهايته، لكن اجي في النص عند ترمبة الكم لازم اريح الكم شويه عشان ما يشدش معايا من عند الكم. يعني من ناحيه الباط اليمين او الشمال، من ناحيه الباط من تحت ممكن اشد الكم شويه، لان الدواسه تحت بتسحب ايه الطبقه الثانيه. بس اجي عند ترمبة الكم واريح الراق بتاع الكم، ما شدهوش معايا عشان يبقى العلو بتاع الدراع من عند الكم يبقى مريح شويه تمام. واعمل الكم التاني واقيس الكمام. انا بعمل قدامكم كم وهعمل الكم التاني مع نفسي تمام. هنا بقى بعد ما خلصت الكمين بعمل ايه؟ بتني الكمام تانيتين تجفيف. انا بصراحه في التانيات اللي هي بتاعت الكمام بحب ان انا اعملها تانيتين جوه بعض، ما بحبش ان انا اعملها اوفر وتانيه واحده، يعني ما اعرفش، بحس انها امتن لما تكون تانيتين جوه بعض. دلوقتي انا بعمل الاثنين الكمام بقفله من الجناب كده زي ما انتم شايفين، لازم ابقى ماسكاه ومالكه القماشه فوق وتحت تمام. طبعا القماشه دي لكرة، وللاسف لكرة يمين وشمال، يعني ان انا بشد وانا بشد القماش كده واخيطه الاقي الغرزه الفتله واسعه، عشان كده تلاقيني ببقى ما بشدش القماش وخلاها ايه تاخد وتدي مع نفسها كده. بعمل الكم التاني لازم اقيس فتحه الكم الاولاني مع التاني عشان يبقى الاتنين فتحتهم واحده. عايزه اقول لكم ان انا برتاح جدا في الشغل بتاع اللكرة، بس القطن اللكرة دي برضو كويسه، بس عشان هي بتشدي طول وعرض، فدي بصراحه مش مريحاني شويه. لكن اللكرة القطن اللي زي البندانات السوري والكلام ده اللي هي القطن دي شغلها بحب اخيطها قوي، بتريحني وبتدي معايا، مفيش حاجه بتبقى مواربه ولا اي حاجه. دي سبحان الله مع ناس يعني في ناس كتير بتشتكي من اللكرة والحاجات اللي بتشد دي، بس انا لا الحمد لله. بعد ما خلصنا الجزء اللي فوق نجيب بقى الكلوشه النص بتاعها اللي هو المفروض الامام الفرد مع الوسط بتاع الكورساج اللي فوق، بقسمه بالنص واحدد النقطه بتاع الفرد بتاع الامام تمام. واجيب الطرف بتاع اللي هيتركب فيه السوسته مع الكورساج اللي فوق مع الجزء الجيبه اللي تحت، وابتدي اخيطهم مع بعض. بعد ما خلصت الوسط اجيب بقى خياطه بعد ما خيطت الجزء يعني اللي تحت مع الجزء اللي فوق، معلش على لخبطه الكلام دي، اجيب بقى الخط النص الطرفين وامسكهم مع بعض عشان هما دول اللي هيظبطوا لي خياطه السوسته السحريه. اجي اخيط بقى خياطه الظهر اللي هي بتاعت مكان السوسته لحد قبل الوسط ب10 سم كده، اروح عامله فرماتوره وايه وراكنه ده على جنب. اعمل ايه بقى قبل ما اركب السوسته؟ عشان عايزه السوسته لفوق خالص، بعمل نص الياقه صغيره زي ما موجوده في المايو الاصلي، معمول نص الياقه كده صغيره وضمه على الرقبه. فانا كده بعمل شريط كده عرضه 8 سنتي وبقسمه بالنص كده، بيديني 4 سنتي منهم سنتي خياطه، يبقى 3 سنتي بس اللي هم ايه العلو بتاعها. انا بقى بعمله قبل ما اركب السوسته عشان انا عايزه السوسته تتركب في النص الياقه، عشان لما اجي اقفل على فوق خالص لحد الرقبه. اجي كده من على الطرف خالص، اجي بقى ايه عشان عايزاها تضم على الرقبه بشد الشريط اللي هو نص الياقه، وهسيب حردة الرقبه الاماميه والخلفيه هي تمشي براحتها. الدواسه كده كده بتشد معانا بتجري الراق القماش اللي فوق الدواسه على طول. اجي هنا اخلص بقى الرقبه وكده انا خلصتها. طبعا هتتعمل اوفر، بص شكلها جميل جدا ورفيعه. اجي بقى للسوسته، اجي بقى اقلبها الوش على الوش كده، واجي من على الطرف فوق اخلي الحته القماشه من في السوسته اللي هي ما فيهاش السنون اخليها هي اللي فوق بس. من بعد منها ابتدي اخيط كده بعد ما اغير الدواسه. احنا يعتبر كده قربنا نخلص الفيديو، ناقص دقيقه ولا 2 كده.
كده احنا بنركب السوسته. بعدين بنخلص الفرده الاولانيه بقفل السوسته، ودي برضو لازم يلاحظوها المبتدئين. بقفل السوسته والمكان اللي هو عند خط الوسط بعمله اشقك بسيط كده، عشان لما راجع اركب الفرده التانية تبقى برضو هي العلامه دي اللي عند الوسط، تخلي الخياطه الوسط الاتنين فردتين جايين جنب بعض بالظبط، مفيش ناحيه طالعه وناحيه نازله. فدي برضو من ضمن حاجات فنيه كده للمبتدئين ان هم لسه بيتعلموا التفصيل، من ضمن التشطيب الكويس برضو اللي ما بيخليش ان هو فرده طالعه وفرده نازله من الخياطه الوسط. تمام. ونكمل باقي السوسته عادي خالص زي ما احنا بنعملها كل مره. اهم حاجه تثبيت ايديا اهو، بصوا تثبيت ايديا على بعد ما اشيل الدبوس على منطقه اللي هي عند خط الوسط، عشان ما الدواسه اللي تحت الكروشيه ما تسحبش القماشه سنتي ولا نص سنتي. واخلص السوسته كده، وكده هيبان بعد ما اقفلها اروح مطلعه كده الجرار واشده، ولا كأنها جاهزة او جاية من عند مكانها كده. ادي شكلها اهو بعد ما خلص، حاجة جميلة وشكله حلو جدا. عايزة اقول لكم قسما بالله قسما بالله في ناس وانا في المحل شايفينها بيحسبون ان انا ببيع المايوهات دي وعايزين يشتروها. قلت لهم لا، ده انا عاملاها. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. والسلام عليكم.